ويا هلا ويا مرحبا بالغالي، مساكم الله بالنور والسرور يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن. هالذبيحة دسمة. حسيت الذبيحة فيها ريحة هسوسة أو شيء. حط لها ملح، خل، بهارات حب، زايد الطحين يخلصك من الريحة. حطها لمدة ساعة وبعدين اغسل اللحم كامل وجرب وشوف وادعالي. إن شاء الله بما أنه بنسوي الذبيحة كلها الشوى العماني، بنذهب بهارات الشوى العماني. عندي كزبرة، كمون أو سنوت، فلفل أحمر، بهارات عمانية، كركم، شوي من بهارات اللحم، فلفل أسود. الفلفل الأسود هنا عندي مطحون لأنه حار فما بخلي كمية كبيرة، وملح. لكن أهم شيء في خلطة الشوى العمانية الثوم، زايد إذا بغيت الخلطة الأصلية خل التمر العماني. تباها تطلع شيء خرافي. هنا الطعم يتغير عندك 180 درجة إذا ضفت خل التمر العماني في خلطة الشوى العماني. وفي الأخير اختم عليها بالصبار. طبعا أنا الصبار دائما أحب هذا النوعية. هذه النوعية جميلة لأن فيها إضافات. ممكن إنك تسوي اللي بالأكياس، بس هذه أحس إنها ألذ وألذ وألذ. خلاص الحين هذه خلطة الشوى العمانية في الخلاط بضربها ويطلع لك الطعم ولا غلطة. هذه خلطة الشوى خلاص جاهزة إن شاء الله يا الريحة. وهذه ذبيحتنا طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما حصلت لا ورق شوع ولا ورق موز. فالحل شو بيكون البديل؟ ورق اللومي، بس ما نكثر ورق اللومي عشان ما تستوي مرورة في اللحم. بنتبل اللحم على طول في القدر الكهربائي. يحتاج له من ساعة ونص لين ساعتين. حطه على راحته. أنا ما مستعجل عليه طبعا، أباله بكرة لغدا بكرة. بحطيه على وضعية التسخين من يخلص وخله على راحته، لا تستعجل. لكن من الحين خلصه وأموره عالمية. واللحم الكبير دائما مثل الريل، الفقرة، الراس طبعا ضروري كلهم يكونون تحت فوق الأيادي. الدفة آخر شيء تحطها لأن سرعة استواء الدفة أسرع من الفخذ، فحطهم فوق في الأخير. طبعا الحين لو تشوفوا أعطيته رشة من الفلفل الأحمر المجروش، ما أعطيته ويا خلطة الصبار، قلت أرشه كذا بشكل نثري. الحين على الضغط نشغل القدر ونضغطه. شوفوا الذبيحة ما شاء الله كاملة في القدر والوعد باكر ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا طبعا من دون إضافة ولا قطرة ماء، كل هذا اللي تحت ماي اللحم، ما ضفت إلا ولا قطرة ماء. ومن الدفة الكتاب واضح من عنوانه أنه خلاص اللحم محتري. شوفوا كيف. بما أنه ودك أنه يكون ناشف الشوى، طلعت اللحم، أعطيته شوية تحميرة بسيطة. الحين إضافة من عندي ماي ورد، زعفران، هيل، تخلي لك طعم اللحم لا يعلى عليه. حاليا أبى أسوي العيش برياني. دايما العيش حالاته بالبهارات الصحيحة: قرفة، نجمة اليانسون، هيل، كمون، كزبرة، ورق غار. يختلف معك الطعم. طبعا بننزل العيش ونخليه نصف استوى أو 80% تقريبا، عشان بعدين نخليه يسكر ما يقارب 20 دقيقة ونص ساعة. خليك متابع. هذا العيش ما شاء الله تبارك الرحمن مزعفر ومهيئ. خلاص العيش جاهز. طبعا هذه معكرونة لسان العصفور، طبختها ويا ماي ومكعبات مرق الدجاج. يا جماعة الخير هذه الحشوة ينقال عنها ولا غلطة، سهلة وسريعة. شوف هذا لسان العصفور، معكرونة لسان العصفور مع شوية بصل مكرمل على البرياني. شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. جهز المشوي، وهذا اللي ينقال عنه ولا غلطة. شوف اللحم مرة ذايب. بسم الله.